أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء في قناتي محمود المصري للصيانة الكهربائية. النهاردة هيكون معانا درس جديد ومبسط، هو طريقة عمل باريزة ومفتاح والتحكم في الباريزة من خلال المفتاح لوجود الأمان بيها. زي ما احنا شايفين أدي السخان أهوت، هنعمل له هنا اهوت باريزة خارج الحيط. يلا بينا. ده شكل العلبة بتاعتي اللي هركبها خارج الحيط اهي. تعالوا نشوف طريقة التركيب. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنركب العلبة بتاعتنا هنا اهوت على جنب السيراميك ده اهوت، وهنا هنلاحظ ان مفيش اي مصدر للكهرباء. هنركب العلبة بتاعتنا، وقبل ما نركب العلبة لازم ناخد حذر ان احنا منجيش جنب مواسير المية ونخلي بالنا اثناء التخريم. يلا بينا. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا اول حاجة خرمت وعملت فتحة لخارج الحمام. يلا نشوف المرحلة التانية من التثبيت. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا علمنا الاخرام بتاعتنا وثبتنا العلبة بالشكل ده اهوت. هنبتدي ان احنا نطلع السلك بتاعنا للمكان اللي هناخد منه مصدر الكهرباء، وهو علبة المطبخ. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده احنا خدنا مصدر الكهرباء بتاعنا من علبة المطبخ، وجبنا السلك بتاعنا اهو، جبناه من ظهر المطبخ والحمام اللي هو المنور. هنبتدي ان احنا نجمع، ناخد المصدر بتاعنا الكهرباء والارضي بحيث يروح على الحمام اهو. هنوحد الفردة اللبني هنخليها كهرباء، والفردة السوداء هتبقى الارضي. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا وصلنا المصدر بتاعنا، ومعانا دلوقتي لمبة سيريا. هنجرب اهو. هنبتدي ان احنا نقفل المفتاح والباريزة زي ما انتوا شايفين اهو. انا جمعت عندي المفتاح والباريزة، خدت طرف اللي هو المصدر بتاعي بتاع الكهرباء حطيته على المفتاح، وخدت منه بريدج على الباريزة زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. وخدت الارضي هيكون اللون الاسود حطيته على الباريزة. هنفصل، مش هلاقي حاجة. نجمع ونشوف. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا انتهينا كده من تركيب الوش بتاعنا، وهنقوم بعملية اختبار المفتاح والباريزة. هاجي هنا، ده المفتاح اهو، نور لي اللمبة بتاعتي كده. انا فصلت كده شغال. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا. ولو عجبك الشرح يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.